بعد فيديو النهارده هتبقى خبير في الساعات. هقول لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعات، انواعها واشكالها والالوان، وتلبس كل ساعه فين، والاهم هقول لك ازاي تختار الساعه المناسبه ليك انت، مش لموديلز انستجرام. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وفيديو النهارده طويل شويه بس هتطلع منه وانت مش محتاج تتفرج على اي فيديو تاني عن الساعات ان شاء الله. اول تقسيمه في انواع الساعات هي انواع الحركه موفمنت، ودي بتتقسم لاربع انواع. رقم واحد الكوارتز، يعني الساعات اللي بتشتغل بالبطاريات او بالحجاره، بتتميز بانها دقيقه جدا، مش محتاجه تتظبط في كل مره تلبسها، ده غير انها مش مكلفه قوي. يعني هتلاقي كل الساعات اللي في الشارع من اول 50 جنيه لحد 5000 او 10000 جنيه، اغلب الساعات دي شغاله بنظام الكوارتز. عيبها الوحيد انها زي اي جهاز الكتروني ليها عمر افتراضي، وقت معين وبعديها تبوظ، ده غير تغيير الحجر كل سنتين ثلاثه اللي هيكلفك 10 او 20 جنيه. بالمناسبه النوع ده من الساعات تم انتاجه لاول مره سنه 1969 من شركه سيكو، قبلها كانت كل الساعات من النوع الثاني وهو الميكانيكال. الميكانيكال ده نوع من الساعات بيشتغل من غير بطاريه، بتاخد الشحن بتاعها من الطاقه الحركيه اللي انت بتولدها بنفسك لما تلف الترس، وده عن طريق عدد كبير من التروس الصغيره اللي بتفضل تحرك في بعض لحد ما توصل انها تحرك العقرب الاساسي وتشغل الساعه. ميزتها هي انها مش الكترونيه، يعني مش بتبوظ. يعني دي الساعه اللي ممكن تديها لاولادك، ولادك يدوها لاحفادك، واحفادك يدوها لاحفادهم زي ما بتسمع في الافلام. بس عيوبها هي انها اولا لازم تظبطها بنفسك كل مره قبل ما تلبسها، لانك لما تخلعها وتسيبها في الدرج العقارب مش بتلف، فانت بتظبطها من جديد وبتديها هزه عشان تشتغل. ثانيا ان سعرها غالي جدا، يعني صعب تلاقي ساعه ميكانيكال اقل من 5000 جنيه، وغالبا متوسط اسعارها اعلى من كده بكتير، وده لانها بتحتاج حرفيه وانتاج دقيق مش بنفس سهوله الساعات الكوارتز. ثالث نوع وده تفرع من الميكانيكال وهو الساعات الاوتوماتيك، ودي زي الميكانيكال بالظبط بس عندها القدره على الاحتفاظ بالطاقه. يعني لو خلعتها دلوقتي العقارب هتكمل لف لمده 12 او 24 ساعه وممكن اكتر حسب نوع الساعه، وبكده انت تغلبت على مشكله انك لازم تظبط الساعه بنفسك كل يوم، لكنك في المقابل هتدفع سعر كبير جدا لان الساعات الاوتوماتيك غالبا ما تقلش عن 20000 جنيه. رابع نوع مش تبع التقسيمه دي بس ممكن يتقال وهو السمارت ووتش، ودي زيها زي الموبايل، بطاريه محتاجه تتشحن كل يوم او يومين او اسبوع او ايا كان، والساعه بيبقى عليها سيستم، والسيستم متسجل عليه الساعه بشكل الكتروني زي اي سمارت فون بالظبط. رايي الشخصي هو انك لو غني جدا والفلوس مش مشكله بالنسبه لك، اكيد ممكن تجيب ساعات ميكانيكال او اوتوماتيك كنوع من النزاهه، وانك تشتري قطع قيمه تديها لاولادك والكلام ده. لكن لو انت شخص متوسط او فوق المتوسط، خليك في الساعات الكوارتز اللي بتشتغل بالبطاريه، ارخص بكتير واسهل في التعامل ودقيقه في الوقت وما فيهاش عيوب. يعني من الاخر بالنسبه لنا كمستخدمين عاديين عايزين نبقى شيك مش مغرمين بالساعات، ومش فارق معانا ان الساعه دي من انتاج شركه بالو اللي شغاله من ايام الحرب العالميه الاولى. بالنسبه لنا الساعات الميكانيكال ملهاش اي ميزه، فتجنبها احسن. تاني تقسيمة أهم من اللي فاتت وهي ستايل الساعة نفسه، وده بيتحدد بشكل أساسي بالستراب أو الستيك بتاع الساعة، وعندنا هنا 5 أنواع. واحد الساعات الرابر أو المطاط زي ساعات جي شوك وغيرها، في منها رخيص وفي منها غالي زي أي نوع، لكنها في الأساس ساعة كاجوال، وممكن تقول إنها ساعة رياضية أكتر لأنها مريحة جدا وشكلها ريلاكسد، ده غير إنها مش هتتكسر أو تتقطع بسهولة لما تتخبط منك في الجيم أو أنت بتجري. رقم 2 الساعات الكانفاس أو الناتو أو أيا كان النسيج المستخدم غير الجلد، مش عارف اسم كل حاجة بالعربي بس ممكن نقول الساعات القماش، ودي ممكن تكون مش منتشره قوي بس شكلها حلو وانا شخصيا بحبها، وبتتلبس بشكل كاجوال اكتر. بحس ان فيها فايب شط وبحر كده او رحلات، تحس انك لابس شورت كده وانت لابسها او طالع تتسلق جبل، فاهمني ولا ايه؟ 3 الساعات المعدن او الميتال او الحديد او الستانلس او ايا كانت تسميتك ليها، ده تقريبا اكتر نوع منتشر من الساعات واكتر نوع محبوب لانه سهل جدا في اللبس والخلع، وممكن تلبسه تقريبا على اي حاجه كاجوال او فورمال، ممكن ما عدا البدل السوداء والتوكسيدو والمناسبات الرسميه قوي. فممكن يبقى عندك ساعه واحده بس معدن وتلبسها تقريبا طول الوقت. في منها كذا لون زي الاسود او الذهبي، بس انا بفضل دايما اللون الاساسي اللي هو لون السيلفر، اللون المنتشر اكتر، ده اللي لازم تجيبه في الاول وتركز عليه سواء كنت عايز في المستقبل يبقى عندك ساعه جولد او لا. رقم 4 الساعات الجلد، ودي بتتميز بالوانها الكتير، طبعا الاشهر هو الاسود والبني، بس برضه الهافان والكحلي والزيتي والرمادي والوان تانية كتير. في ناس بتشوفها مريحه اكتر في اللبس وما بتحبش ملمس المعدن على جلدها، وناس تانية ما بتحبش انها تقعد تلبس وتخلع في الجلد وتفك الاستراب، بتحب تلبس المعدن على طول افتح واقفل. ايا كان اللي محتاج تعرفه هو ان جنرال الساعات الجلد تعتبر فورمال اكتر شويه من الساعات المعدن، وشكلها البسيط مناسب اكتر لللبس الرسمي. يعني لو انت لابس بدله كامله ومحتار تلبس ساعه معدن ولا ساعه جلد، فالاختيار المثالي هيبقى ساعه جلد بنفس لون الجزمه. في تفاصيل في الاستراب الجلد زي لون الخياطه وشكل الجلد وحاجات تانية. بوجه عام انا بحب الجلد الساده او المتقطع، مش عارف اسمه ايه، تقريبا جلد مجرح، وبفضل دايما ان الخياطه تبقى بنفس
نفس لون الاستراب عشان بيبقى شكلها فورمال اكتر، يعني ما تبقاش ساعه الجلد بتاعها اسود والخياطه بيضاء، مش بحب كده. اخيرا رقم 5 السمارت ووتش او السمارت باند، مناسبه طبعا للاماكن الرياضيه، وفي انواع منها ممكن تعمل لها كاستمايزيشن او تخلي شكلها مناسب اكتر للمناسبات الفورمال او الكاجوال، سواء انك انت تغير الاستراب او تغير الخلفيه بتاعه الساعه. بس الاستراب مش هو بس اللي بيحدد الساعه دي فورمال ولا كاجوال، احنا محتاجين برضو نبص على الدايل او المينا او الوش بتاع الساعه. هتلاقي اختلافات كتير في الالوان، بس الابيض هو اكتر لون فورمال، بعد كده الاسود والكحلي، بعد كده اي لون تاني. برضو المينا بتختلف في كميه التفاصيل الموجوده فيها، ساعات بتبقى عباره عن عقارب بس والشرط او ارقام ومفيش اي تفاصيل، وساعات تانية بيبقى فيها كذا اضافه زي التاريخ او ايام الاسبوع او درجه الحراره او زخارف على الجنب او حاجات تانية. وطبعا كل ما الساعه كان شكلها سيمبل كل ما كانت فورمال اكتر. بس ممكن نقول بشكل عام كده ان الساعه بكل تفاصيلها بتتقسم ل3 استخدامات اساسيه، والجزء ده ممكن ما يهمكش قوي لو انت مش انترستد في الساعات او عايز تجيب ساعه او ساعتين شياكه وخلاص تلبسهم على كل حاجه. على العموم رقم 1 هي الساعه الفورمال او الدريس ووتش، ودي بتبقى سيمبل جدا ما فيهاش اي تفاصيل غير عقارب وارقام، وممكن ما يكونش فيها ارقام كمان. الكيز نفسها بتبقى رفيعه، والوان الستيك اللي بيبقى غالبا جلد بتبقى الوان غامقه زي الاسود والبني. لو سنك اكبر من 25 او 30 سنه ممكن دي تكون اهم ساعه بالنسبه لك، انك تقدر تلبسها في كل المناسبات وانت لابس بدل وانت رايح الشغل او في اي مكان تاني. يعني ساعه الاستراب بتاعها اسود او بني حسب لون جزمتك، والكيس بتاعتها سيلفر، والمينا او وش الساعه ابيض او اسود او فضي، ما فيهاش غير العقارب والارقام، وممكن كمان من غير ارقام يعني شرط بس، وساعات ما بيكونش فيها عقرب للثواني، حتى احيانا بيبقى فيها المربع بتاع التاريخ بس مش منتشر قوي. رقم 2 ساعه كاجوال او غير رسميه، ودي الساعه الاهم لو سنك تحت 30 سنه، لانك هتقدر تروح بيها كل مكان، تقدر تروح بيها الدروس والمدرسه والجامعه وخروجات مع صحابك واي مكان كاجوال زي اغلب الاماكن اللي بتروحها. والساعه دي ممكن تكون معدن وده الاكثر انتشارا واللي انا بفضله، ممكن تكون من فابريك زي النايلون او الكانفاس او الشموع، ممكن برضو تكون ساعه جلد بس لو فيها تفاصيل اكتر او اللون مخليها كاجوال زي الساعه دي، وطبعا ممكن تبقى باي لون او اي شكل، ممكن تلاقي الاستراب مخطط او كاروهات ايا كان، بس لو عايزها مايله اكتر ناحيه الفورمال خليك في الالوان الهاديه والتفاصيل القليله، والاحسن تبقى بالمعدن مش اي خامه ثانيه، ولو عايزها مطرقعه اكتر خليك في الاسترابات الثانيه والالوان المختلفه. رقم 3 حاجه بيسموها الفانكشنال ووتشز او الساعات الوظيفيه، يعني ساعه معموله لغرض معين ومتعدل فيها شويه مواصفات عشان تبقى مناسبه للغرض ده. طبعا اشهر نوع واكتر نوع منتشر النهارده هو السمارت ووتش او الساعه الذكيه، ودي ساعه الكترونيه استخدامها في الاساس رياضي، تقول لك نبضات قلبك، تقول لك مشيت كام خطوه، تقول لك نمت كام ساعه وهكذا. نوع تاني منتشر هو الدايفنج ووتش او ساعات الغطس، دي ساعه كانت مصممه في الاساس عشان يلبسها الغطاسين، فبتتميز بازاز قوي وصلابه في انها تتحمل الضغط العالي تحت الميه، وبيبقى مكتوب عليها انك تقدر تنزل بيها مثلا 100 متر او 200 متر تحت الميه حسب نوع الساعه. وصحيح هي اسمها ساعه غطس، بس ده مش معناه انك ما تقدرش تلبسها غير وانت في البحر. الساعات دي بتتميز بالجزء المدور من بره اللي استخدامه الاساسي هو انك تظبط التايمر عشان يقول لك لما الاكسجين بتاعك يبقى قرب يخلص عشان تلحق نفسك يعني وما تغرقش، قال يعني انت هتغطس بيها بجد. نوع تاني مشهور هو ساعات الفيلد واتشز او ساعات التخييم، دي كانت معموله اساسا للحرب، فالاستراب بتاعها بيبقى قماش والوانها زي الوان الصاعقه يعني الاخضر والبيج والاسود، والارقام بتاعتها بيبقى حجمها كبير بحيث تعرف تشوفها بسهوله، وكمان بيبقى الكونتراست فيها عالي، يعني لو المينا باللون الاسود هتلاقي الالوان باللون الابيض الواضح جدا. اخر نوع هنتكلم عنه هو الريسنج ووتش، برضو مش لازم تكون راكب عربيه سباق عشان تلبسها، بس خلينا نقول ان ده كان الاستخدام الاساسي اللي اتعملت عشانه في زمن كانت كل الناس بتلبس فيه ساعات جيب. النوع ده من الساعات بيتميز بالتفاصيل الكتير، زي ان في حاجه اسمها تاكي ميتر بيقيس سرعتك، او الكرونوجراف والعدادات المختلفه الموجوده جوه الساعه زي الستوب ووتش وغيرها. كل دي تفاصيل مش هتفرق معاك بس لازم نقولها بما ان الفيديو بيتكلم عن الساعات. بالمناسبه لو انت راجل ومهتم بالشكل واللبس والشخصيه يبقى لازم تعمل سبسكرايب للقناه من تحت عشان يوصلك اي فيديو جديد. نقطة تانية بتسأل عنها كتير هي الساعات المربعة، خصوصا ان قلت قبل كده بلاش تجيب ساعة مربعة. انا مش شايف ان الساعة المربعة هتبوظ منظرك، بس انا مش بحبها لسببين. اولا شكلها مميز قوي لانها مش منتشرة فمش هتقدر تلبسها كتير، ثانيا انها مش بتليق غير على اللبس الرسمي او على ستايلات معينة، يعني محتاجة تبقى سيمبل وتتلبس بشكل معين عشان شكلها يبقى مقبول. وبما انك وصلت لحد هنا في الفيديو فممكن في سؤال يجي في بالك، هو ليه اصلا الليله دي كلها؟ ليه البس ساعه؟ ما ابص في الموبايل. وده سؤال بيتكرر كتير في اي فيديو بيتكلم عن الساعات، واجابته هي ان الساعه عليها فوائد كتير غير انك تعرف الساعه، هنقول منهم 3. 1 الساعه بتخليك اشيك وبتخليك مرتب اكتر، مش غريب انك لما تبقى نازل تحت البيت بشورت وشبشب او لابس لبس رياضي انك بتحس انك ما ينفعش تلبس ساعه لانها مش لايقه على الطقم، وده لان الساعه هي قطعه شياكه بتخلي مظهرك احسن، بتخليك اشيك، خصوصا لو اخترت ستايل الساعه
المناسب للطقم بتاعك، وده اهم سبب بيخليني شخصيا البس الساعه. 2. الساعه من الاكسسوارات القليله الرجوليه بنسبه 100%. يعني في ناس بتحب تلبس سلاسل او حظاظات عشان ما يبقاش الطقم بتاعهم ممل، او عشان يضيفوا لمسه للاوتفيت، بس للاسف الحاجات دي بتدخل في زون حريمي شويه، طبعا بدرجات، عكس الساعه اللي ما فيهاش اي حاجه حريمي، وابوك كان بيلبسها وجدك وجده وكل الرجاله اللي في عيلتكم، مش زي السلسله او البريسلت. رقم 3 ان معرفه الوقت من الساعه احسن من الموبايل في كذا جانب. اولا هي اسهل بكتير لانك مش محتاج تطلع الموبايل تفتح الشاشه تدخل الموبايل. ثانيا لانك تقدر تعمل الموضوع بسلاسه من غير ما حد ياخد باله، يعني لو انت واقف مع حد وعايز تمشي او مستعجل بس مش عايز تحرج الشخص اللي قدامك. 4 لان الساعات من اسهل القطع اللي ممكن تتنقل من شخص لشخص من غير ما قيمتها تقل. يعني ممكن يكون عندك ساعه في البيت واخدها من والدك وهو كمان واخدها من والده، ولسه الساعه شيك وحلوه وتقدر تلبسها، مش زي قميص او جزمه ممكن ما تبقاش على مقاسك. ده غير انها من احسن الهدايا اللي ممكن تجيبها لاي راجل، لانها زي ما قلت مش محتاجه مقاس وممكن اي حد يلبسها. وبما اننا بنتكلم عن المقاس فاحنا محتاجين نتكلم في نقطه مهمه جدا جدا في اختيار الساعه، وهي المقاس. لو حبيت تشتري ساعه اونلاين هتلاقي شويه ارقام مكتوبه في الديسكريبشن زي كيس دايمتر او قطر الساعه، ثيكنس او التخن، وممكن كمان عرض الاستراب ومقاسات تانية، كلها ليها دور وبتفرق بس مش كتير. الرقم اللي محتاج تركز عليه هو كيس دايمتر او قطر الساعه نفسها. اغلب الساعات الرجالي بيبقى قطرها من 38 مللي ل 46 مللي. لو الساعه بتاعك رفيع ولبست ساعه كبيره قوي شكلك هيبقى مضحك، الساعه هتلفت الانتباه اكتر من اللازم. ولو دراعك كبير ولبست ساعه صغيره هيبقى شكلك لابس بنطلون سكيني. عشان كده وانت بتشتري ساعه اونلاين او من اي مكان لازم تجيب حاجه مناسبه لحجم رزقك. ولو عايز تعرف رزقك عريض ولا رفيع ممكن تقيس بمتر او مزوره او اي طريقه تانية. محتاجين ناخد مقاسين، الاول هو عرض الرزق وده صعب شويه عشان محتاج تلف على عظمه الريست، والتاني هو قطر الساعه نفسها. قطر الساعه سهل ممكن تعمله باي مسطره، لكن عرض الرزق محتاج متر او مزوره. لو ما عندكش متر او مزوره ممكن تجيب ورقه وتقص منها حته طويله وترقمها بالمسطره من اول 40 لحد 20 سم وتلفها على رزقك، وبكده هتعرف المقاس بالظبط. وبشكل عام لو قطر رزقك من 15 ل 17 سم فرزقك يعتبر صغير ومحتاج تلبس ساعات من 38 ل 40 مللي. لو رزقك من 17 ل 19 سم فده يعتبر متوسط ومحتاج تلبس 40 او 42 مللي، ممكن 44 لو حابب. لو رزقك اكبر من 19 سم فده يعتبر كبير ومحتاج تلبس 44 او 46 مللي. انا مقاس رزقي حوالي 17 سم ونص، يعني بدايه المتوسط بس مايل اكتر للصغير، عشان كده اغلب ساعاتي ما بين 40 42 احيانا مش كتير 44. قليل لما البس اكبر او اصغر من كده. عندي ساعات اكبر شويه زي دي مش بلبسها غير وانا لابس حاجه كمها طويل او في فصل الشتاء، عشان لو لابسها على نص كم حجمها مش هيبقى مناسب او متناسق مع حجم رزقي. طبعا انت مش هتاخد معاك مسطره في محل الساعات، بس الارقام دي بتديك فكره عامه وبتساعدك جدا لو هتشتري اونلاين، ومع الوقت والتعود هتقدر تعرف بعينك بس ايه الساعه المناسبه ليك. وفي عوامل تانية تتحكم في ان حجم الساعه يبقى شكله كبير او صغير عليك. طبعا اهم عامل هو حجم الكيس، بس في عوامل تانية زي عرض الاستيك، معدن ولا جلد، لان المعدن بيبان اعرض حتى لو الاثنين نفس المقاس. تخن الساعه اللي غالبا بيتناسب مع قطرها بس مش في كل الاوقات. تفاصيل الساعه نفسها وحجم الارقام ممكن تفرق شويه. حجم الساعه تفصيله ناس كتير مش بتركز معاها، مع انها بتعمل فرق كبير جدا في كون الساعه دي حلوه عليك ولا لا. برضه ملحوظه سريعه مش هتهم ناس كتير وهي مقاومه الميه. بعض الساعات بتبقى ووتر ريزيستنت او ممكن تعوم بيها، وبيكون مكتوب عليها تقدر تنزل قد ايه، 30 متر 100 متر كده يعني. والجدول اللي قدامك سرقه من قناه تيدي بالداسير، حد مهتم بالساعات اكتر مني ومنك ومهتم بالجوانب التقنيه اللي مش هتفرق معانا كتير. بعد ما عرفنا تقريبا كل حاجه ممكن تفرق معانا عن الساعات، يجي السؤال اشتري ساعات كويسه منين؟ وهنا قدامنا كذا اختيار. لو مش عايز تصرف كتير او ما جربتش قبل كده تلبس ساعه وعايز تجرب شويه الاول، او عموما لو الساعه مش بند مهم بالنسبه لك يستاهل تصرف عليه كتير، او لو انت شاب صغير عنده 14 او 15 سنه هيلبس الساعه عشان يروح بيها المدرسه والدروس، يبقى انت مش محتاج اكتر من ساعه رخيصه تشتريها من اي حد بيبيع ساعات في الشارع، او ممكن من المحلات اللي مش متخصصه في الساعات، يعني 50 100 150 جنيه بالكتير تدفعهم في ساعه معدن ما فيهاش تفاصيل كتير عشان تقدر تلبسها على اي حاجه. طب هل جودتها هتبقى كويسه؟ لا، جودتها هتبقى تحت المتوسط لكنها هتأدي الغرض. طب لو عايز تعلى شويه وتصرف اكتر وتجيب حاجه بجوده كويسه تعيش معاك وما يبانش ان هي رخيصه، في الحاله دي ممكن تجيب من المحلات المتخصصه في الساعات الموجوده في منطقتك، بس مش التوكيلات او المحلات اللي في المولات الكبيره، لا المحلات اللي في الشارع عادي. دول بيكون عندهم تنوع كبير وحاجات نقدر نقول عليها هاي كوبي، بتبقى انضف شويه من اللي في الشارع، وطبعا اسعارها بتبقى اغلى شويه، يعني 200 300
500 في الحدود دي، ودي الطريقه اللي انا بشتري بيها اغلب ساعاتي. طب لو مادياتك كويسه او عايز تدلع نفسك او عايز تجيب ساعه واحده بس وما تشيلش هم الساعات تاني لباقي العمر، تلبسها 10 سنين، يبقى جه وقت الساعات الاوريجينال، ودي ممكن تجيبها من اي محل ساعات واخد توكيلات لبراندات كبيره، غالبا هتلاقيها في المولات الكبيره زي مول اوف ايجيبت او مول العرب او سيتي ستار او اي مول زي دول، وممكن كمان تجيبهم من امازون او نون، بس يبقى السيلر هو السايت نفسه عشان تتاكد انها مش مضروبه، وده هيكلفك في رينج من 1000 ل 10000 جنيه او اكتر حسب البراند. وممكن اقترح لك كام براند اسعارهم في الرينج ده، طبعا بتختلف من ساعه لساعه، بس انت ممكن تختار المناسب ليك، وهم كاسيو براند منتشر جدا وفي حاجات حلوه تحت ال 1000 جنيه، سيتيزن، سيكو براند غالي شويه لكنه محترم جدا، نيفي فورس ما بحبوش شخصيا ومش بحب الديزاينات بتاعتهم بس ممكن تبقى تبص عليه، اورينت مش منتشر قوي في مصر، سواتش، تايمكس، وممكن البا. اعتقد اننا كده غطينا كل حاجه ممكن تهمك كشخص عادي مش متخصص عن الساعات، فاضل بس تعرف اهم الاخطاء اللي بتعملها وانت لابس الساعه، تقدر تعرفها من الفيديو ده. يلا اشوفك هناك.